الماء يقتل. إن في الإنسان عصبا يسمى العصب الحائر، هذا العصب مربوط بالمعدة والقلب معا، ويسمى العصب المبهم. فلو جاء تنبيه عنيف لهذا العصب، مثل الماء البارد الذي يلقى في الجوف دفعة واحدة، وهو من التنبيهات الشديدة، فإن هذا العصب ربما نبه القلب فأوقفه عن العمل. وهناك حالات كثيره لموت مفاجئ بسبب تنبيه شديد جدا لهذا العصب الحائر، وقد سماه العلماء النهي العصبي الذي يؤدي إلى توقف القلب، وقد يحدث الموت فجأة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عب الماء وهو شربه دفعة واحدة، وأمر بشربه على 3 دفعات. وهذا توجيه من قبل الله عز وجل. أمر آخر أن الإنسان حينما يكون في حالة حر شديد، في حالة جهد عال جدا، مثله مثل الآلة لو صببت الماء على الآلات المعدنية وهي في حالة جهد وحرارة عالية لتفطرت ولانشقت، فكيف الإنسان؟ فاشربوا الماء جلوسا وأشربوه على 3 دفعات. أيضا أثبت علميا أن المسؤول عن الإشعار بالعطش هو الكبد، وعند إتمام الشرب دفعة واحدة يتساقط الماء بطريقة مفاجئة إلى الكبد فيحدث تليف كبدي. أما إذا تم على 3 مرات، تعمل الأولى على إنذار الكبد وإشعاره أن الماء قادم، فيستعد بابتلاله وليونته، فلا يسبب تآكل فيه. أن تشرب وأنت جالس يذهب من جسمك جميع الترسبات الضارة، ومنها الترسبات التي تسبب حصى الكلى. أما الشرب 3 فإنه كلما شربت وتوقفت للتنفس يأخذ الجسم أكسجين ويعطي أنسولين للجسم، والأنسولين هو من يحمي الجسم من مرض السكري. سبحان الله،